السلام عليكم. مرحبا بكم في جريدة أرض بلادي. حنا كتصادفنا لاله ناجية الكيحل لسنوات وهي كتعاني من واحد الجرة للأسف الشديد. بغات أنها ترفع الضرر الحاصل جراء المدخل ديال هاد المنزل ديالها. تحية أخت ناجية الكيحل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عطينا النبذة على هاد الكرونولوجية الأحداث ديال هاد الدعوة ديال رفع الضرر. واخا السلام عليكم، أنا اسمي كيحل ناجية، مهاجرة بديار الهولندية. عملت هنايا الزيت ديالي وقلت غادي الباقي في حياتي نعيشو هنا في بلادي. قبل ما نمشي بعدا كنت هنايا اولا ساهمت، كان عندي مشاريع ديالي، كنت درت مشروع ديالي هنايا قبل ما نطلع للديار الهولنديه، والحمد لله ملي طلعت عاودت تما للديار الهولنديه. خدمت في دار الحضانه، يعني ساهمت ثاني في مشاريع ديال بلادي، وكنت يعني كنعمل لهم حفلات، كنعرفهم على المغرب، على التقاليد ديالنا. يعني كيجي العيد المولد، يعني كنوريهم العادات ديالنا. عاود كيجي العيد الاضحى نفس المشكل. اسمحي لي نقاطعك، يعني نعم. كنتي خير سفيرة لهاد البلاد الكريمة. نعم يعني نعم. الحمد لله كتوريهم التراث. نعم. التراث المغربي. نعم. لعلك كنتي كدي حتى التكشيطه والطحال المغربي كل شيء، يعني وكندير خياطه، لان انا اصلا كان عندي هنا معمل ديال الخياطه، وكنت كنعلم بنات وولاد، والحمد لله كل شيء خدم وخدامين. يعني انا صراحه كنحب هذه الارض، هاد التربه انا خلقيت منها، كنحن اليها بكل صراحه. ربي شاهد عليا، يعني انا اهلي هنا انا تمنيت واللي كنت بغيت في حياتي نرجع لبلادي ونساهم اكثر من الاول، لان الحمد لله الان ميسوره، عندي رزقي، خدمت في الهجره، تيسرت لي الامور، عاونت اهلي. كنت عشت انا يتيمه عندي 20 سنه، عاونت خوتي كبروا تزوجوا، الحمد لله. والان اصبح عندي مشكل ارقني، ناضلت من اجله حتى يعني بغيت نزيد نقاوم. الحاجه اللي ما ذكرتيهاش انك امراه مطلقه وام انا امراه مطلقه ليافعه. الان نعم. دابا شحال عند البنيته سميتها؟ البنيته سميتها ناديه، هي خديتها بالتبني. الحمد لله حتى هي قرات، يعني دابا كدير المحاماه ديال الهولنديه. ديت اختي معايا حتى هي عندها 2 الوليدات، يعني حتى هي درت لها الاقامه ديالها ووليداتها، حتى هي خدامه والحمد لله. ولحد الان كنساهم مع الناس هنايا، كنتعاون، يعني عندي علاقات كثيره مع الناس هنا، نيت في المغرب خارج المغرب. يعني عندي حتى مشاريع ديال تقريبا في نواحي اكادير، في ولاد تيمه، يعني كتعرف الناس اكثر بسطاء والحمد لله. ولكني الان انا تمنيت يا ربي السلطات تسمع ليا وتعاونني على هذا المشكل هذا، حتى تخليني يعني نزيد نقاوم ونزيد على ما كيبان لي لاله ناجيه هو نعم. ان السلطات ولا القضاء المغربي الشريف انه حكم لك، يعني لا في الابتدائيه لا في الاستئنافيه. نعم. هذا حكم لك برفع الضرر، يعني المحكمه حكمت لك لصالحك. نعم. دابا المشكل اللي عندك هو تنفيذ اللي باقي ما تنفذش. الحكم كان كيبان لي انا لعله صدر عندي المحكمه الابتدائيه، صدرت في 10/7/2013. حكم ابتدائي. وجه الكاميرا. حكم ابتدائي، حكم هو وحكم استئنافي. والحكم الاستئنافي حتى هو ها هو. كنلاحظوا هنايا عزيزي المشاهد، اختي المشاهده، ان الحكم صدر في 23 مارس 2015، واليومنا هذا باقي ما تنفذش الحكم. 23 مارس، نعاود نذكر عزيزتي المشاهده، اخي المشاهد، اختي المشاهده، انه 23 مارس 2015 صدرت المحكمه استئناف أيدت الحكم الابتدائي. أيدت الحكم الابتدائي اللي كيقول بالحرف
عندنا الحكم الابتدائي في الموضوع الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر عن المدعي وذلك بهدم البناء العشوائي الذي شيدوه في الموضوع في الشكل بقبول طلب في الموضوع الحكم على المدعى عليهم برفع الضرر عن المدعي وذلك بهدم البناء العشوائي الذي شيدوه على الممر العمومي وضموه إلى عقاراتهم الكائنة بالعناوين الأعلى وبإرجاع الجزء من الممر العمومي للمجموعة السكنية إلى الحالة التي كان عليها قبل تشييد هذا البناء العشوائي وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبتحميلهم الصائر وبرفض طلب النفاذ المعجل. وبهذا صدر هذا الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. وكانت المحكمة تتركب من السيد خالد زهرة رئيسا، السيدة حنان الخطيب كاتبة الضبط، الرئيس يعني الحكم في صالحك لاله نجية الكحل. إن تنصروا الله ينصركم يا رب. فصدق الله العظيم. فاللي مهم عندنا هنا دابا من هذا التاريخ ديال 23 مارس ليومنا هذا تقريبا بهذا الاخبار محضر، هذا اخبار بالامتناع، اخباري بالامتناع صدر في 30/6/2015. يعني الا جينا نحسبوا اختي المشاهده اخي المشاهد من 30/6/2015 يعني قرابه سنه، اكثر من سنه، يعني تقريبا 14 شهر الى 14 شهر. يعني الى حسبنا 14 شهر ضربناها في هذيك 100 درهم ديال الامتناع ديال التاخير تقريبا ما يقارب واحد 42,000 درهم لاله نجية الكحل. يعني انا بغيت ازاله الضرر، انا ما محتاجاش تنفيذ، بغيت التنفيذ، بغيت يرفعوا عليا الضرر. كيقول لك ازاله الاذى على اخوك المسلم فهي صدقه، إماطة الأذى عن الطريق نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. أنا كنحترم جيراني، أنا كنعرف حق الجار، لأنني أنا كنتعامل مع الناس اللي هما في أي ديانة، اي ديانه كنتعامل معاهم. انايا عندي جارتي كتقول لك انا ما كنامنش نهائيا، هزيتها على راسي، يعني الراجل ديالها كيتوفى ولكن اخلاقها طيبه وجورتها. حتى كنت نروح للخدمه وكانت هي كتراعي لي بنتي، نخرج انا في 7 الصباح للخدمه، بنتي تدخل حتى ل 8:30 تفيق لي بنتي وخلي لها الدار، حتى الساروت ديال الدار ديالي عاطيها عليها ما شاء الله. وكانت عندنا جوره طيبه الحمد لله. حتى انا كنت في الكريش، يعني كان عندنا ناس متدينين، ناس ماشي متدينين، الحضانه يعني الحضانه الكريش كي كنقولوا حنايا، وكنت كنتعامل معاهم الحمد لله. كانت عندي سمعه طيبه والله العظيم. اللي كيمشي كيبقاو كيبكيو على معاملتي معاهم. ماشي انا غنقول لك انايا يعني طيبه. كنلاحظ هنا الاخت نجية انك لجأتي حتى الصحافه المكتوبه. نعم. هنا كنشوفوا الى وزير العدل، شكايه الى وزير العدل ديوان المظالم المساء، كنشرته المساء. نعم. هذا في الصفحه. كانت هنا كنشوفوا حتى الصباح الى عامل الحي الحسني بالبيضاء. نعم. كنشوفوا هنايا الى والي جهه الدار البيضاء. كانت نشرتها المساء. هنا كنشوفوا مجتمع، يعني كنت لجأتي للإعلام الحمد لله اللي ساهم معك من قريب أو من بعيد. هنا المساء كذلك لجأتي للمساء والصباح لرفع الضرر. كنشكروا المنابر الإعلامية. شي كلمة أخيرة الأخت فيما يخص هذا رفع الضرر. يعني ودرت شحال تاع الخبرات، وأنا بغيت الله يجازيهم بخير، يعاونوني، يخليوني نعيش انا في بلادي اللي باقي لي. انا خديت تقاعد عجز. قلتي لي في الكواليس انك وليتي باغا تبيعي. نعم. لان انا بصراحه الا ما نصفونيش انا ما نقدرش نعيش بهذه الطريقه هذه، لان حتى الشجر سد المدخل. يعني حتى لو وقع حريق ما لقاوش منين ندوزو، يمكن غادي نتحرق انا في وسط الدار قبل ما نوصل. انا كنعيش دابا بوحدي في هذا الدار، ولا كيجيني الخوف لدرجه تبعني واحد حتى لباب الدار. لو كون ما كانش خويا في الدار وتشجعت وغوت يمكن كان غادي يقتل يدخل معايا. انا كنشوفوا هادشي اللي كيوقع مع الناس المهاجرين بالاخص. انا عارفين جيراننا كلهم عايشه انا بوحدي وكنجي بوحدي، لدرجه وقعوا لي مشاكل. انا ملي كانت بنتي صغيره كنت نجيبها معايا، وكنت الفاكونس ديالي كله كنقضيها ما بين المقاطعه، العماله، الجماعه. يعني لدرجه بنتي المساطر الاداريه بنتي تصارت قالت لي انا ما بقاش نمشي معاك المغرب. يعني انت كتمشي على الادارات يا فاكونس. هي كتجي العطله باش تمشي للشواطئ، تمشي للمناطق الجبليه الجميله اللي كتزخر بها المملكه المغربيه. يعني للاسف الشديد وبنتي كتدرس دراسه عليا، كتبغي تجي
تجي هنايا عزيزه على اهلها، ربيت على الثقافه المغربيه، يعني تصلي موعظه في المدرسه ديالها، كتهضر اللغه العربيه مزيان، قريتها العربيه يعني. وعندي حتى ولاد اختي حتى هما ديتهم معايا يعني